بمناسبة عيد الأم تعالوا أعرفكم على أشهر 4 أمهات في مصر. أم قويق طلعت بومة بس من النوع الصغير. البومة دي معروف عنها إنها مزعجة جدا، وخصوصا بعد ما بتاكل بتلاقيها راحت مطلعة أصوات عالية قوي شبه الوقوقة بتاعت الأطفال كده. لا وإيه، هي مش بتوقوق في أي وقت، دي بتنقي يا الصبح بدري قوي يا بالليل متأخر، اللي هو من الآخر كده هتزهقك في عيشتك. ام لطفي اللي بتنور وتطفي، انت لسه ما تعرفش حكايتها؟ اسمها الحقيقي نعيمه، وكانت متجوزه من تاجر غني جدا كان اسمه الحاج حوده لطفي. هو كان متجوز 3 قبلها، يعني هي الزوجه الرابعه. الحاج حوده لطفي ده بقى كان نفسه في ولد، فقال لمراتاته ال4 اللي هتجيب فيكم الولد هديها عربيه بكار، ودي كانت افخم انواع العربيات وقتها. نعيمه بقى تسكت ابدا، حلفت ان العربيه دي ما حد ياخدها غيرها. مثلت على جوزها انها حامل، وراحت متفقه مع دايه انها تخطف ولد لسه مولود وتديهولها، وتقول لامه الحقيقيه ان الولد مات. وفعلا الدايه عملت كده، وجابت نعيمه الولد للحاج حوده اللي سماه لطفي على اسم ابوه، وبقت نعيمه ام لطفي. طب ليه ام لطفي دي بتنور وتطفي؟ نعيمه طبعا خدت العربيه، ومن كتر فرحتها بيها كانت طول ما هي سايقاها تقعد ترعش نور العربيه في عينين الناس، اما عمتهم وسموها ام لطفي اللي بتنور وتطفي. احلى ام في مصر ام علي. مين علي؟ وليه امه اتشهرت قوي كده؟ علي هو ابن الحاكم المملوكي عز الدين ايبك من مراته الاولانيه، لكن عز الدين ايبك كان ليه زوجه تانية مشهوره جدا اللي هي شجر الدر، واللي المؤرخين قالوا انها اتجوزته علشان تحكم مصر من خلاله. لكن لما شجر الدر بدات تحس ان عز الدين ايبك بيقف في طريقها قررت انها تقتله، وفعلا ده اللي حصل. لما مرات عز الدين ايبك الاولانيه عرفت كده قررت انها تنتقم من شجر الدر، وقامت مسلطه عليها مجموعه من الستات وموتوها باغرب طريقه حصلت في التاريخ، رميا بالابائيب. وبعد ما ماتت شجر الدر قررت ام علي انها تحتفل بانتصارها عليها، فعملت النوع ده من الحلويات ووزعته على الشعب، وكان عباره عن رقاق ولبن وسكر. المصريين لما اكلوا الحلويات دي عجبتهم جدا، وقرروا ان هم يسموها على اسمها ام علي. ومن وقتها المصريين سابوا شجر الدر ومسكوا في ام علي، وبقت اشهر نوع حلويات في مصر والعالم العربي كله. ده عند ام ترتر. انا كان نفسي اعرف فين مكان ام ترتر دي، مدوخانا كلنا وراها بنت اللذينه، مفيش حد في مصر ملوش حاجه عندها، والمصيبه ان الحاجه ما بترجعش. طب ليه؟ وتطلع مين الست دي؟ ام ترتر طلع ان اسمها الحقيقي نفوسه، واتسمت ام ترتر لانها كانت بتلبس عبايات مليانه ترتر. ام ترتر دي كانت بتربي فراخ في البيت بتاعها، وكانت ساعات بتخلي الفراخ تسرح كده في الحاره. مين بيشوفهم؟ الديوك بتوع الجيران، يقوموا ماشيين ورا الفراخ لحد بيت ام ترتر. والحقيقه ان ام ترتر كانت بتعمل معاهم الصح، تاخد الديك من دول تذبحه وتاكله هي وعيالها، وشكرا على كده. الجيران بدأوا يلاحظوا ان الديوك بتاعتهم بتختفي، قعدوا يدوروا لحد ما عرفوا ان هم بيروحوا عند ام ترتر، بس ما حدش بقى من الجيران كان بيقدر يروح يتكلم معاها. اصلا انا نسيت اقول لك ان ام ترتر دي كانت ست قويه ومفتريه، وما حدش بيعرف ياخد منها لا حق ولا باطل، فالناس كانت بتستعوض ربنا في الديوك بتاعتها بدل ما يسمعوا لهم كلمتين ما لهمش لازمه. ما هي حاجتنا راحت عند ام ترتر.